السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا. النهارده اهلا بكم في قناة يوميات غادة. لو اول مرة تشوفي الفيديو ما تنسيش تشتركي معايا في القناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. ويلا بينا نبدأ الفيديو. هنبدأ بأول حاجة بقى الفول. هنبدأ نجهزه. هنا بقى نجهز السلطة. بصراحة أجمل حاجة في السحور مش الأكل والله، اللمة قبل الفجر والدعوة الحلوة اللي بنقولها واحنا قاعدين سوا. ربنا يجعل بيوتنا عامر بالخير دايما يا رب. انا بصراحة بحب اقطع السلطة تقطيع صغير كده، مش بحب اعملها على البلانشة يعني. بحب اعملها على ايدي لاني بحب القطع بتاعتها تكون صغيرة. والله الوان السلطة تفتح النفس. بصراحة اهم حاجة في السحور طبق السلطة ده. ده اهم حاجة بصراحة، لازم يبقى موجود طبق السلطة ده على السحور. هنبدأ بقى نجهز البيض بالزبدة. نجيب حلة بقى ونحط الزبدة. هنا بقى خلصت السحور. هو حاجة بسيطة والله بس تفتح النفس. ربنا يديمها نعمة يا رب. ده البتنجان ده مسلوق، انا اللي عاملاه في البيت برضو. والعيش كنت حطاه مطلعاه من الفريزر وحطيته في الفرن برضو يفك. هنطلعه من الفرن بقى. شايفين شكل الصينية؟ الله والله تفتح النفس. الف هنا اللي كان. نعمل بقى كوباية شاي نختم بيها بقى وتظبط دماغنا عشان نعرف نكمل اليوم. كده الفيديو بتاع النهارده بتاعنا خلص. اشوفكم على خير، مع السلامة.